السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في مطبخ إسراء. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي عبارة على حلوى معسلة، حلويات رمضان إن شاء الله. حلوى معسلة، حلوة السبولة، كتجي بطريقة جد سهلة وبسيطة وفي متناول المقادير الموجودة في كل بيت. فكنتمنى بأن الوصفة تعجبكم، ولا عجباتكم ما تنسوش تشتركوا معي في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، ونخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله. اما بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجو نصف لتر تاع الحليب دافئ، ملعقه كبيره تاع السكر سنيده، ساشي تاع الفانيا 7 غرام، كيف ممكن تعوضوا بالروح الفاني او النكهه تاع الفاني. ونحتاجو الساشي تاع الخميره بيكين باودر 8 غرام، و120 غرام تاع الزبده لينه خصها تكون محرره ديال المطبخ، شويه تاع الملح والدقيق على حسب الخليط. كيف ما ممكن تنقصوا الكميات، تستعملوا ربع تاع الحليب وملعقه صغيره تاع الخميره ونصف المقادير تاع الزبده، تستعملوا 60 غرام تاع الزبده. فانا ضاعفت الكميه، فغنضع جميع العناصر في واحد الاناء. كنوضع الزبده وهاد كنضيف لهم الحليب دافئ، كنخلط ديك الزبده حتى تذوب. فبالنسبه لهاد الحلوى السبوله فهي كتجي بسيطه وكتجي سهله بمقادير تكون بسيطه. فبعد ما جمعت العجينه فكنجمعوها تكون قاصحه او صلبه، هاد الشكل كندلكوها تكون مزيان حتى تكون عندنا العجينه صلبه. صافي بعد ما عجنت العجينه مزيان فكنشكلها على شكل كريات صغار متساويين الحجم تاع الاربعه باش تسهل علينا في الخدمه. وغادي نجيب واحد البلاستيكه وغادي نوضعهم فيها ونخليهم يرتاحوا باش تجينا سهله في التشكال. فبعد ما ارتاحتي فكناخذ واحد الكريه كنطلقها بالمدلك حتى تكون العجينه عندنا رقيقه. شوف هذا هو السمك ديال العجينه، خصو يكون عندنا رقيق بزاف. وكنحاول نحيد الزوائد اللي ما مقادينش، كنقادها من الجوانب بالشكل واحد الشراره. وفبالنسبه لهاد الحلوه ديال السبوله فكنحتاج لواحد المسطره تكون عندكم تاع الوليدات ديالكم ولا تكون خاصه بالمطبخ تخليوها. هما باش غادي نعبر نفس القياس خصهم يكونوا عندنا متساويين. فانا استعملت غير المسطره تاع ولدي خفيف على هذا الشكل. فبالنسبه للطول ديالهم فانا درت فيهم 8 سنتيم باش كتجينا ديك السبوله كتجي زوينه، كتجي باينه فيها الوردات. فممكن تصغروهم، فكنعمل لها واحد الفتحه على هذا الشكل في الوسط، ما كنوصلوش الحافه غير في الوسط بهذا الشكل. شفتوا؟ وكنبغي نعتذر بزاف على هذا الصداع بالنسبه للجيران ديالي كيصلحوا. صافي كنلصقها بشويه تاع الماء، غير شويه من الجوانب، وكنوضع الثانيه فوق منها. فكنوضع 3 ديال الطبقات بهذا الشكل. فهي كتجي سهله وكتجي بسيطه، كتجي زوينه وكتواتى مع العسل اللي حضرت معكم بالاعشاب. فبالنسبه لهاد السبوله ما فيهاش، بالنسبه للعجين ما فيش لا نافع، ما فيش المنسمات. فبالنسبه للعسل اللي ضفنا به الاعشاب فكتجي مواتيه معاه، كتجي زوينه. تنصحكم التجربه ديالتها. صافي كنلصق الطرف الثاني بشويه تاع الماء، او ممكن تلصقوه في الاول عاد كتخشوها في الوسط بهذا الشكل. صافي نستمر على هذه المرحله وكنحاولوا نقادوهم باش كيجيونا باينين الورقات بهذا الشكل، باش كتجينا ديك التنيه باينه. صافي ونعاود نستعمل وحده اخرى ثانيه قدامكم. فكنعمل فتحه في الوسط باش تجيكم سهله في الخدمه. فحاولوا تشكلوهم كاملين على هذا الشكل ومن بعد عاد تبداو تلصقوا فيهم باش كتجيكم ساهلين. صافي فكنعملوا على 3 ديال الطبقات وكنعاود نلصقوه بالماء ونعاود نجيب الطرف الثالث بهذا الشكل. شوف فهي 3 ديال الطبقات
خصنا نورقوها تكون رقيقه صافي، وغادي نخشيها في الوسط على هذا الشكل. وممكن تلصقوها في الاول عاد تخشيوها في هذا الشكل صافي. كنحاولوا نقادوا ليها الجوانب ديالها بهذا الشكل. ونلصق الطرف الثاني حتى هو بالماء، قليل من الماء، قطرات قليله من الماء، كنلصقوه غير بالاصبع بهذا الشكل صافي. بعد ما شكلتها فانا غنكمل نستمر هذه المرحله حتى نكمل جميع السبوله اللي عندي. بعد ما كملتها فكنضعها في واحد البلاطو، وانا درت الزيت كتسخن في المقلاة صافي. بعد ما سخنات ليا الزيت فغادي نبدا نقلي في ورقه السبوله بهذا الشكل، وكنحاولوا نرشوا عليها الزيت من الفوق باش كتنتفخ وكتجينا الورقه محلولين. شفتوا ما كنخوي عليها في الزيت وهي كتحل. فمهمه هذه المرحله. صافي انا كنستمر على هذه المرحله وكنكون موجدين العسل اللي كدفيته من قبل. وكنحتاجوا لواحد البانيو او زلافه اللي كنكون واضعين فيها شي شبكه او كسكاس باش ملي كنوضعوا في العسل وتسقطر. فبالنسبه للعسل فكنخليوها تشرب مزيان القليه الاولى في العسل حتى كنبغي نحيد القليه الثانيه. عاد كنحيد السبوله اللي وضعتها في العسل اللي قليتها في الاول، وكنوضعها في واحد الشبيكه اللي باش تسقطر لينا من العسل. باش كنعاود نخوي عليهم العسل من الفوق باش كيجيو شاربين لينا العسل. صافي على هذا الشكل. صافي نصفي القليه الاولى اللي خليت في العسل، كنصفيها مزيان من العسل، وكنوضع القليه الثانيه بنفس الطريقه في العسل. فانا غنستمر على هذه المرحله حتى نكمل. شوفوا انا كنت واضعه واحد الشبيكه. وبالنسبه للتزيين فممكن تزينوهم على هذا الشكل. فانا الزنجلان حمرتهم من قبل، اما ممكن تزينوهم بالجوانب بحال هكا في بالزنجلان، او ترشوا عليهم الزنجلان من الفوق، او ترشوا اللوز افيلي او الكوكو كونكاسي. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. شوف وبالنسبه للزيت الثاني فانا رشيت السبوله. ممكن تزينوهم على هذا الشكل، ترشوا عليهم غير الزنجلان على هذا الشكل، او ممكن تزينوهم كيف ما وريتكم بغير الجوانب. ثم كيجيو عاطين المنظر زوين. شفتوا؟ فكنتمنى بان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وتعملوا لي لايك وتبارطاجيو مع جميع الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده. كنقول لكم شكرا على المتابعه، والسلام عليكم في وصفه مقبله ان شاء الله من وصفات مطبخ اسراء. وان شاء الله نبقى نحضر معكم سلسله من الحلويات المعسله لشهر رمضان. السلام عليكم.